لميدو. ميدو 2 حميد فتح الله ربيع ياسين. كابتن ساجي بيقول ايه، هنوصل لضربات جزاء ولا ايه؟ وابا ربيع ياسين، برافو يا ثابت، برافو يا ربيع، يا سلام يا سلام يا ربيع. ربيع ياسين 31 سنه والله، 26 ماتش من ال 34 ماتش لعبهم النادي الاهلي و12 سنه شغل. وادي عصام ياخد هجمه للاسماعيليه مرتده كويسه جدا وبيفوت بالعرضه، وعصام يقدر يجيب جول، يقدر يجيب جول. بينالتي، بينالتي بريتو بلويجي، فرمان من بريتو بلويجي، ضربه جزاء للاسماعيلي بعد ما عصام عبد العال احد الحبوب المنشطه اللي نزلها شحته في الشوط الثاني يفوت ويكسب عرض من هجمه كانت جول للنادي الاهلي سبحان الله. وربيع ياسين بيشوط قنبله يطلعها سعفان الصغير وترد. يلا يا سعفان، لو دي جت جول هيبقى ليك بصمه كبيره في النادي مع النادي الاسماعيلي اذا حقق بطوله الدوري السنه دي. ماتش الزمالك والماتش ده شال 3 كور انفرادات، وعصام بيوسع لنفسه كويس من حماده يونس. حماده اضطر يعطله في وجهه نظر طبعا بريتو بلويجي انها ضربه جزاء، ومفيش طبعا اعتراض من لعيبه النادي الاهلي لان فعلا حماده يونس معطله، وضربه جزاء صحيحه. وعاطف عبد العزيز وصابت البطل، وعاطف جول جول، وعاطف عبد العزيز يحط نادي الاسماعيلي في المقدمه في الدقيقه 33 بعد الفرمان اللي اداه بيتر لويجي بريتو بيرلويجي الحكم الطلياني. ضربه جزاء صحيحه في الدقيقه 33 يجيب منها عاطف عبد العزيز، يرفع رصيده من الاهداف للرقم 4. كان جاب جول في المحله وجولين من فاولات في المقاولين واسوان. النهارده عاطف عبد العزيز يجيب الجول الرابع ليه وجول حاسم من ضربه جزاء. اهو عاطف بيحطها على شمال ثابت، ثابت بالخبره طار معاها لمست ايده انما تخش جوه الجول. 39 دقيقه والاسماعيلي جول في اللقاء الفاصل النهارده. فكري الصغير كسب عرض كويسه فكري لاحمد العجوز في سيطره من نادي الاسماعيلي، وانفراد لبشير، وبشير يحطها ويحط جول 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 جول. بشير عبد الصمد، يا سلام يا بشير، يا سلام يا بشير، تستحق يا ابني والله، مش ممكن. بشير عبد الصمد توقيفه حلوه جدا ويحطها بشماله على شمال ثابت البطل، ويزيد اللون الاصفر في المقدمه ويزداد اللون الاصفر في المقدمه على ساعته طبعا. وانتم شايفين الساعه 39 دقيقه. بشير عبد الصمد يؤكد صداره وتفوق النادي الاسماعيلي بجول ثاني جميل جدا. هو جاب الجول الثاني يوم الكروم، والنهارده يجيب الجول الثاني يوم النادي الاهلي. وفرق طبعا بدر رجب، النادي الاهلي بيلعب ناقص في فتره هو يحتاج التعويض فيها، وعاوزين ينزلوا طاهر ابو زيد.
إن لحظات الفرحة للاعبين والجمهور سوف تظل عالقة في الأذهان. كانت كاميرا تلفزيون القناة تنفعل وتتفاعل مع هؤلاء اللاعبين من نجوم الإسماعيلي. الهدف ده انا بديه الجمهور الاسماعيليه والسيد الوزير عمنا وعماره والشعب كله اللي جوه ورانا وكده. الحمد لله ده مجهود سنه بحالها كامله، وبصراحه كلنا تعبنا وربنا بعد مجهودنا ده كله وربنا ادانا الدوري والحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ألف مبروك. لأنهم عايزين نلعب في مصر هنلعب هنا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والحمد لله. الدوري ده كله للدراويش الحمد لله. هتواجه كلمة دلوقتي لجمهور النادي الإسماعيلي بعد فوز الإسماعيلي ببطولة الدوري العام. احنا نقدر نقول مبروك يا إسماعيلية وترقص إسماعيلية النهارده، احنا بنرقصهم النهارده.